طعن زوجته 10 طعنات وما اكتفاش بكده، خنق ولاده التلاتة، ولدين وبنت، وموتهم وما اكتفاش بكده، رمى نفسه على قضيب القطر وخلى القطر يعدي عليه وقطعه طرنشات. بس قبل ما يرمي نفسه على قضيب القطر اتصل بأمه وقال لها: ام معاذ ماتوا في الشقه هناك عمت. ماتوا. بقول لك ماتوا. لا ما تقولش كده. عصام كان إنسان محترم وكان على خلق، حتى السيجارة ما بيشربهاش. اختار الإنسانة دي علشان تربي ولاده بعد ما تعب ومعاناة في البحث عن زوجة تربي عياله وتاخد بالها من عياله. إلا إن عصام قامت بينه وبين زوجته فتنة وطعنها 10 طعنات. هذا من وجهة نظري بقول إنه حسد وعين، وده خلى عصام بعد ما طعن زوجته 10 طعنات اتصور إنها ماتت. وبالمناسبة هي في المستشفى بين الحياة والموت، ربنا يشفيها ويعافيها وتقوم بالسلامة. وده اللي خلى عصام يفقد الأمل في الحياة، وإن ولاده من بعده هيتيتموا وهيتبهدلوا، خنقهم وموتهم. ولخص الموضوع بانتهاء إنه ينهي حياته هو كمان ويرمي نفسه على القضبان تحت قضيب القطر. النيابة بتحقق في الموضوع ولسه ما توصلوش لشيء. اللغز كله في العين، الأماكن دي مليانة ناس بتحسد وبتحقد، أعوذ بالله. اللهم احفظنا من كل عين حاسدة وقلب حاقد. اللهم